تعالى بارك مشاهدي الافاضل الكريم، أرحب بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم سهرة المونديال. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما وأبدا عبر قناة الهداف ليحدثكم عن كرة القدم الدولية بكل احترافية وموضوعية وشفافية. كالعادة ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو، يتقدمهم فوزي موسوني اللاعب الدولي السابق ومحلل قناة الهداف. أهلا وسهلا بك فوزي. السلام عليكم محمد، شكرا على الاستضافة. ويحضر معنا أيضا عبد الوهاب تيزاروين اللاعب الدولي السابق والمدرب حاليا محلل قناة الهداف. أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. مساء الخير محمد، وأشكرك على الدعوة. ونتشرف أيضا باستضافة محمد الأمين بن شبير الناقد الرياضي المعروف. أهلا وسهلا بك أمين. شكرا على الاستضافة. ويحضر معنا أيضا نور الدين بالكبير الصحفي المعروف باسم ميدو. أهلا وسهلا بك ميدو. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بكم، مجدد التحية والترحيب بالجمهور الفاضل الذي يتابعنا داخل وخارج الوطن. أجدد وأقول وأكرر بأن صدورنا رحبة وتسع جميع آرائكم وانتقاداتكم وتشجيعاتكم. نحن من أجل خدمتكم، من أجل تقديم خدمة إعلامية راقية تليق بمقامكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأفاضل. أجدد التحية والترحيب بالضيوف الأكارم، وأبدأ بفوزي موسوني. هل استفقت من صدمة الإقصاء والخروج من المونديال؟ خلاص متعودين احنا، متعودين بالصدمات. صح، هذه الخطرة كانت صدمة من جهة المدرب اللي كانت خايبة، رغم اللاعبين جازوا عن كما يقول لك اكوتي المقابلات تاعهم، ابار مقابله شويه في الشوط الثاني تاع الاردن وشويه مع النمسا اللي كنا شفنا لاعبين يتحركوا وكانت عندهم الغيره على بلادهم. اظن باللي المقابله الاولى هي لحظات تشعل الحماس وتحرك المشاعر والتوتر ازداد قبل الصراحه محمد اللي كانت ما نقدروش كاع نوصفوا كيفاش عشنا هذيك المقابله، وان شاء الله كما يقول لك القادم افضل ان شاء الله. عبد الوهاب، هل تتفق مع موسوني؟ صراحة أنا اليوم الكلام اللي قاله موسوني هو الرأي تاعو، ولكن أنا نشوف رأي آخر. اليوم كرة القدم فيها الفوز وفيها الخسارة. نعم. ولكن بعد الإقصاء كان أمور نتكلموا عليها من الجانب السلبي والجانب الإيجابي، نبنوا على الجانب الإيجابي نبنوا عليه. نعم. والجانب السلبي كما يقولوا نعاودوا ما نكرهوش. ولكن المهم هو اليوم لازم نعرفوا فاش نتكلموا ونعرفوا كيفاش ننتقدوا. لازم ننتقدوا كرويا، ما ننتقدوش اشخاص. اليوم كرة القدم لازم نروحوا نكونوا كما يقولوا ايجابي اوبجيكتيف. نعم. اليوم كرة القدم المنتخب الوطني هذا منتخبنا. نعم. اليوم لازم نبنوا على الامور اللي مشات والامور اللي ما مشاتش. انا نظن بعد الاقصاء هذا كان حاجه، ربما انا نتكلم على نفسي، كانت عندنا فرصه ونقدروا نزيدوا نمشوا. نعم. كانت عندنا لو استغلناها. هذا الشيء لازم نبنوا عليه. كيفاش ما استغلناش فرصه كيما هذه امام منتخب اللي كان في المتناول. نعم. ربما احنا اللي اعطيناهم الفرصه بس سجلوا علينا الاهداف ونتكلموا عليها مع كما نقولوا مع الحصه نتكلموا عليها. نعم. امين، تعليقك الاولي لم تكن حاضرا معنا في الحصه الماضيه، تعليقك الاولي على اقصاء المنتخب الوطني من المونديال وما يحدث حاليا من تبعات هذا الاقصاء. شوف، اولا نتحدث عن المباراه. بعد مباراه الارجنتين توقعنا ردة فعل من اللاعبين، خصوصا اللاعبين. نعم. توقعنا عودة الروح، عودة الجرينتا، ولكن للأسف تفاجأنا في مباراة سويسرا بمباراة غابت فيها الروح أكثر من مباراة الأرجنتين، رغم أنه فوارق شاسعة بين الأرجنتين وسويسرا. أمام الأرجنتين حاولنا أن نجد بعض الأعذار للاعبين وقلنا إن هناك الكثير من الفوارق بين المنتخبين، لذلك تقبلنا الخسارة. ولكن أمام سويسرا، المنتخب السويسري ليس منتخبا كبيرا في أوروبا، ليس منتخبا لديه أعراف وتقاليد عريقة في كأس العالم، دائم الحضور، لكنه لم يحقق أي إنجاز لا في كأس أوروبا ولا في كأس العالم. لذلك الخسارة في حد ذاتها أمر عادي في كرة القدم، ولكن الخسارة بتلك الطريقة غير مقبولة بتاتا. نعم. غير مقبولة. شاهدنا لاعبين لا يستطيعون، لا يكلفون أنفسهم عناء الجري وراء الكرة. المنتخب السويسري فاز علينا في كل الصراعات الفردية، فاز علينا في كل الصراعات الثنائية، فاز علينا في كل الكرات الهوائية، أخذ كل الكرات الثانية.
هذا غير ممكن في مثل هذا المستوى، حتى أنك تشعر أنه هناك أشياء خفية لا نعلمها في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. هذا يبقى مجرد حدس. لما نتكلموا عن المدرب أيضا ارتكب أخطاء فادحة على مستوى التشكيلة. نبدأ قبل كأس العالم، ارتكب بعض الأخطاء. أنت لما زروقي، الجميع يرى أن زروقي محدود مع المنتخب الوطني الجزائري، لكن تستدعيه إلى كأس العالم وتترك لاعبين أحسن منه، وهناك الكثير من اللاعبين أحسن من زروقي في وسط الميدان. حتى هنا في البطولة الجزائرية هناك لاعبين كانوا قادرين على إعطاء إضافة للمنتخب في ذلك المنصب أكثر مما قدمه زروقي، الذي في كل مرة يشارك يتحفنا بأخطاء جسيمة لا نراها حتى في أدنى مستويات كرة القدم. لاعب مثل عوار، وكنت قلتها سابقا لما صدرت القائمة، كنت أتمنى أن أرى لاعبا مثل عادل أوشيش الذي كان أكثر استعدادا وأكثر قوة وأكثر عطاء بدنيا، وقدم موسما أكثر من رائع مع ناديه شولك الألماني، وقاده للصعود إلى الدرجة الأولى. وهناك الكثير من الخيارات التي عليها علامة استفهام. كنا تحدثنا عن أيضا، قلت لك أنه الذهاب إلى منافسة بحجم المونديال برأسي حربة فقط، قويري وبنبوعلي، وترك بونجاح مغامرة غير محسوبة المخاطر. وفي آخر المطاف تعرض عمورة لإصابة، تعرض بنبوعلي لإصابة، فوجدنا أنفسنا مجبرين على اللعب بمهاجم واحد فقط، وفي آخر المطاف لم يقحمه كأساسي في هذه المباراة. نعم، تعليقك أول ميدو، إذا لم تكن حاضرا معنا في الحلقة الماضية أعطيك الفرصة حتى تعبر عن رأيك. مباراة الجزائر أمام المنتخب السويسري هي تحصيل حاصل لمباراة الأرجنتين، والشوط الأول أمام المنتخب الأردني. مباراة والشوط زي أمام الأردن والنمسا، ولعبنا مباراة والشوط بشكل مختلف مشابه لما قدمناه أمام المنتخب النيجيري. عدد زائد عن اللزوم، وذهاب أفكار انتحارية لم نجربها لا وديا ولا في التدريبات ولا أي شيء. أنا لما شاهدت لا كومبوزونت ضد المنتخب السويسري، نعم، 4-6-0، هذا بيب غوارديولا في البرايم لم يفعل ذلك لما كان يملك ميسي. الطريقة، الاختيارات، أنا كنت دائما أتحدث بعد مباراة الأرجنتين تحدثت عن الخيارات، وبعد مباراة الأردن تحدثت عن الخيارات، ونفس الشيء حدث أمام المنتخب النمساوي. أنك تخرج زروقي، تشوفي سورتير زروقي من البلاكار، تعاود ديرو لاعب وسط ميدان دفاعي مهمته ماذا؟ مراقبة غرانيت تشاكا، لأنه سي لو ديكلونشور دي زاكسيون تاع لا سويس من مراقبة فردية. هذه توقفت في سنوات التسعينيات، هذه كرة القدم المراقبة الفردية. نحن في 2026 لما تشاهد الزروقي فوق أرضية الميدان ضد المنتخب النمساوي، مهمته مراقبة غرانيت تشاكا. غرانيت تشاكا في أول كرة لمسها أعطى كرة في لا بروفوندور الفارغاس، هدف. منتخب قبل مباراة النمسا استقبل 7 أهداف، 5 منها، أنا اللي حيرني المدرب تحدث قبل المباراة قال بأنه تلقينا 5 أهداف من عمق الملعب من المحور. نعود وندخل بنفس ثنائية المحور. هل عيسى مندي يملك الشرعية الثورية ليلعب كأساسي فوق مهما كانت النتائج، في وقت أنه حضرنا؟ شوف، مانيش حاب نقولها بالعامية، لكن بالعربية الفصحى، الخلطة التي قام بها لا يمكن أن يقوم بها أي أحد. عيسى مندي أكوتي دو لابلاك بريمي ماتش، عيسى مندي شوية بريمي ماتش، عيسى مندي أكوتي دو لابلاك دوزيام ماتش، عيسى مندي أكوتي دو لابلاك تروازيام ماتش، عيسى مندي دون تو لي فوتو دي كريم ما عدا 2019 مي كونتينيو جوي أوتون كتيتولار انديسكوتابل. وحنا حضرنا الكاس إفريقيا، الكاس العالم بالعيد ومندي، وشفنا بالعيد وتوغاي، لكن لما لعبنا كاس العالم بقينا بن سبعيني ومندي. لو استمرينا إلى غاية النهائي كنا حنلعبوا بمندي وبن سبعيني. الخيارات كانت خاطئة. البرودة التي اتسم بها اللاعبون من صورة مدربهم، المدرب يتسم بالبرودة، اللاعبين يتسمون بالبرودة، لا حرارة لا أداء لا رغبة، وكأنها مباراة. في مباراة ودية ممكن يكون لونجاجمون، جو بارل با دو تو لي جوار، مي 80% دي جوار جيتي اكونتي. اليوم لما نشوفوا فارس شايبي افضل مباراة له مع المنتخب الوطني في كأس العالم، لعبها كرقم 8 تقليدي، لعب بوكس دو بوكس. تأتي مباراة سويسرا يجد نفسه لا يعرف أين يقف فوق أرضية الميدان، هل هو ان فويلي ولا ان 10 ولا ان 6 ولا ان 8؟
باش ما نقولش بالعاميه نعم. تكتوكه وخلاص. نعم. تيزاروين، هل يتحمل بيتكوفيتش المسؤولية الكبرى في هذا الإخفاق وهذا الإقصاء وهذه الروح الغائبة عن اللاعبين؟ هل صدر بيتكوفيتش تلك البرودة التي يتميز بها إلى اللاعبين؟ الرجل تخبط تكتيكيا منذ بداية المونديال، حضر مباراة الأرجنتين ب3 مدافعين ثم لعب بمدافعين فقط في المحور. ذهبنا إلى كأس العالم ونحن لا نعلم هل زيدان هو الأساسي أم بنبوط هو الأساسي. كانت هناك مشكلة عويصة في حراسة المرمى. تغيير التشكيلة من مباراة إلى أخرى. أيضا مثل ما قال الزميل محمد بن شابير، التضحية ببغداد بونجاح قبل بداية كأس العالم، وهو الذي لعب في المنتخب الوطني لسنوات طويلة وكان يمكن أن يفيدنا في مثل هذه الظروف. هل بيتكوفيتش هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة التي حلت بالكرة الجزائرية؟ وهي لا أتحدث عن النتائج في حد ذاتها، لأنك لو تمسك أي شخص تقول له تأهلنا إلى الدور الثاني يقول لك نتيجة مقبولة، لكن الطريقة التي خرجنا بها والطريقة التي أدينا بها والمظهر الذي صدرناه عن كرة القدم الجزائرية، هذه ليست كرة قدم الجزائرية. نحن نلعب بجرينتا، نلعب بحماس، نلعب بحرارة. هذا الروح معروف عن الجزائري، لا أتحدث عن لاعب كرة القدم، إنما هي من طبيعة الإنسان الجزائري. هذا الأمر لم نشاهده أبدا في المونديال. قد يقول قائل: محمد، لماذا لم تقولوا هذا الكلام قبل انطلاق كأس العالم أو أثناء انطلاق كأس العالم؟ أقول وأعيد وأكرر، ولكم أن تعودوا إلى الفيديوهات لو أردتم. خلال كأس العالم أنا من الصحفيين الذين يؤمنون بأمر أنه نسقف حد النقد أو الانتقاد أثناء كأس العالم حتى لا نضرب استقرار المنتخب. بطبيعة الحال كانت لدينا معلومات عن المنتخب وكانت لدينا معلومات عن المدرب، لكن ما فائدة الضرب في المنتخب والضرب في المدرب أثناء الدورة؟ هل ستساعد المنتخب عندما تخرج أثناء الدورة وتنتقد فلان وتنتقد علان وتخرج سيف الحجاج لتذبح به أي كان؟ هل ستساعد المنتخب بهذه الطريقة؟ الآن نريد منكم أن تجلسوا بروية وعقلانية واحترافية وتعطونا النتائج وتعطونا الأداء وتعطونا الوقائع وتحللوا، ليس تحليلا سطحيا أن مثلا يذهب فلان أو يذهب علان، لأنه تغيير المدرب وهو أمر واقع لا محالة. سيذهب بيتكوفيتش اليوم أو غدا أو الأسبوع القادم، سيذهب المدرب لا محالة. لكن هل الحل مثلا في مجيء غوارديولا؟ هل لو جلبنا غوارديولا الآن ستحل كل مشاكل كرة القدم الجزائرية أو ستحل كل مشاكل المنتخب الوطني؟ نحن قلنا أثناء المونديال: اتركوا المنتخب يركز، اتركوا اللاعبين يركزون. صحيح فيه حد مسموح من النقد، من الانتقادات، تنتقد لاعب، تنتقد خطة، تنتقد مدرب، لكن هذا الانتقاد لا يجب أن يزيد عن حده حتى لا تزعزع ولا تؤثر على المنتخب. لكن بعد نهاية المونديال يمكنك أن تأتي من الصباح إلى المساء في السر في العلن، انتقد وقل ما شئت. لذلك نقول هذا الكلام اليوم: هل بيتكوفيتش هو المسؤول الأول عن هذه الخيبة الكبرى أم أن اللاعبين يتشاركون معه بنفس النسبة، يعني 50% 50%، بيتكوفيتش واللاعبين؟ صراحة أنا من التحليل تاعي يعني لما نتكلم كرة قدم. نعم. ولما ننتقد مدرب نقدر ننتقده بعد ما ينتصر ما يفوز بمباراة ننتقده. لماذا نتكلموا اليوم كيفاش لعب؟ كنا نلعبوا تكتيكيا، كيفاش كانوا اللاعبين وظف اللاعبين فوق الميدان. انا لماذا محمد بعد الهزيمه الكل يتكلم وبعد الاقصاء الكل يتكلم؟ انا اليوم انا الناخب الوطني انتقدته قبل مباراه الارجنتين. قلت لك وسالتني هنا عندي قلت لك انا نشوف المنتخب الوطني حاليا ما يقدرش يلعب ب4 مدافعين، حتى ولا تلعب بن عيد وبن سبعيني ما تقدر. شو شفناها مع مباراه هولندا؟ شفنا فراغات كثيره في محور الدفاع. قلت لك لازم نزيدوا مدافع. وحنا وزيد قلت لك قبل كاس العالم، قلت لك لما بدات البطوله قلت لك باللي الناخب الوطني وكيفاش حضر المباريات الوديه التفكير تاعو جاب بتفكير مختلف في المنافسه هذا. شفنا قلت لك احنا ماشيين المنتخب الوطني يلعب بالاستحواذ. قلت لك عندنا اللاعبين اللي يمتلكوا على نحكموا الكره ونمشوا للامام. قلت لك غير بعض الامور، ولكن اليوم تقول لي نرجعوا المسؤوليه للناخب الوطني، انا لا اتفق معك. نعم. كاين لاعبين فوق الميدان، كاين 11 لاعب فوق الميدان اليوم. الناخب الوطني ومانيش ندافع على الناخب الوطني اليوم، انا نتكلم كرة القدم. انت كنت ممن انتقدوا الناخب. انا انتقدته قبل مباراة الارجنتين، انتقدته في مباراة هولندا، قلت لك فزنا بالمباراة ولكن ماشي بأداء
ماشي بنفس الاداء اللي كنا ننتظروا فيه. باسكو لماذا كنا قلت لك ضيع المنتخب الوطني الهولندي ضيع 5 فرصات في الشوط الاول. نعم. لولا الحارس زيدان هكذا تكلمنا. قلت لك ولكن اليوم انا باش تقول لي الناخب الوطني، انا اليوم الناخب الوطني صحيح غلط في بعض الامور، ولكن الاغلبيه انا نمد المسؤوليه اليوم لكل اللاعبين. ربما نعطي 70% للاعبين و30% للناخب الوطني. لماذا؟ اليوم انتيا مباراه النمسا لو نتكلموا اليوم الكل راه يتكلم ما لعبناش بمهاجم صريح. لو ترجع للمباراه تشوف باللي مباراه النمسا ما لعبناش مهاجم صريح. اليوم زيدان مازا هو اللي كان يلعب، كان يروح للبوكس كان لما نبني الهجمات ما لعبناش، وتاهلنا للدور 32 والكل ما تكلمش على المهاجم صريح. فزنا انهزمنا ضد المنتخب السويسري، رجعنا وعلاش ما لعبناش مهاجم صريح. اليوم هذا اسلوب اللعب تغير في كاس العالم، ولكن اليوم انا نتكلم عليك الهدف اللي تلقيناه ضد المنتخب السويسري. اليوم كل يتكلم على ماندي، انا ما اتكلمش على ماندي. الناخب الوطني يتكلم على المنظومه الدفاعيه. اليوم الكره الاولى اللي ضيعها شكون؟ ماندي ضيعها في فارس شايبي. الكره الاولى هو اللي ضيع الكره في وسط الميدان. ضيعها 70 متر على الحارس. يا ميدو ستان جو كوليكتيف في الفوتبول. ضيع انت ريكيبيري انا، معليش ضيعها شايبي. ماندي كان 1-1. نعم. بعد الكره انا نشوف نحلل لك الهدف وقول لي وشوف روح للفيديو، يعني كره القدم فيها تحاليل فيديو يا شيخي. نعم.